لغايه تاريخ اللحظه يا جماعه انا داير عارف حمدون قاعد لغايه الان ليش؟ منو؟ انت بتشجع منو؟ يعني خلاص انت طرت، ما في سبب مقنع يخليك تقعد لغايه تاريخ اللحظه. البرتغال وطار، المنتهي وطار، توني كروز وطار، ميسي اتأهل. يعني ما انت عندك شنو؟ منتظر شنو لغايه تاريخ اللحظه؟ انت من المفترض ثاني ما تشجع اليورو لغايه ما ينتهي ولا كوبا امريكا. لا لا لا, لا. اصلا ولا ايوه، داير تعيد الكره وتعمل نفس اللي عملت في كاس العالم. حركاتك دي لسه ما بطلت انت يا حمدون. ليه؟ يعني انت حسي منتظر كل منتخب يلعب ضد اسبانيا في اليورو وكل منتخب يلعب ضد الارجنتين في الكوبا وتشجع؟ الا السبب ده تاني ما في اي سبب يخليك تقعد. ولو باريت السبب ده انا اقول لك كلام، يعني انت لازم يكون تليفون الطوارئ جنبك عشان يلحقوك في اقرب مستشفى، لانه اسبانيا كده كده هتاخد اليورو والارجنتين كده كده تاخد الكوبا، وكده يبقى الجرح جرحين الالم المين، ما تعيد الكره والله يخششك في جلطه. ها الاستاذ والطالب يا جماعه ينتهي بتفوق الطالب على الاستاذ. يعني اول مره اشوف طالب مبتدئ يتفوق على الاستاذ. يعني سبحان الله. علمته الرمايه فلما اشتد ساعده رماني به، قتلني وذبحني وانا في اخر عمري انا ما عجزت، انا ما قادر. والله سامحتي سامحتي الليله نحن بس ربانا ايدينا ومتفرجين نحصل لو فاز ده ولا لو فاز ده، لكن في النهايه يا جماعه يعني حصل اللي نحن دايرينه بالضبط. يعني عشان تفوز على كيليان امبابي وعلى فرنسا لازم محتاج ليونيل ميسي، لازم محتاج الرجاله ديل، لازم محتاج الارجنتين. شوف كيف المباراه كانت في كاس العالم. عشان تفوز لازم محتاج ليونيل ميسي. شفتوا كيف يا حمدون؟ كل ما تحس انك منحوس وعارض وما عندك حظ في الدنيا تذكر حمدون يا جماعه. خليك من 2022 واللي حصل وده حاليا يا جماعه حمدون. وامبارح ميسي اتأهل يعني الى النصف النهائي بطولة الكوبا وبركلات الترجيح، وميسي ضيع وفي ريح دقيقتين منهم يا جماعة الأرجنتين يتأهل. الليلة يا جماعة كروس طار من اليورو وكريستيانو طار، يعني ما في أنحس من كده. وانت قول الحمد لله على كل، مهما كنت منحوس قول الحمد لله. والله ما تضحك حمدون. حمدون عايش كابوس رهيب، رهيب جدا اقسم بالله. يعني لا لا لا